قبل ما تشتري اي عقار لازم تبقى فاهم السوق كويس، يعني مش اي اعلان تشوفه ولا اي سعر تسمعه. يعني اللي بيشتري من غير معرفة كأنه بيشتري من غير ما يعرف سعر الحاجة الحقيقي. اول خطوة لازم تفهم المنطقة، ولازم ابص على اسعار في نفس المنطقة، ولو قدرت توصل للاسعار في نفس الشارع يبقى احسن. يعني تقدر تشوف سعر الشقة في نفس المنطقة جوه كومباوند بره كومباوند لو امكن. كل تفصيلة بتفرق قوي في السعر. مثال من التجمع الخامس، سعر شقة مساحتها 150 متر على شارع التسعين غير شقة 150 متر بس بعيدة عن شارع التسعين وبعيدة عن خدمات. تاني خطوة لازم تعرف حجم الطلب على المكان ده، واسأل نفسك هل المنطقة دي مطلوبة في بيع وتأجير ولا السوق واقف. حاجة تانية، مثلا في اكتوبر في مناطق في اكتوبر عليها الطلب فيها ثابت علشان الخدمات والمواصلات، وفي مناطق تانية الطلب لسه عليها ضعيف ويمكن شبه معدوم حتى لو السعر قليل. تالت خطوة، السعر المعلن مش دايما هو السعر الحقيقي. كتير قوي من الاسعار اللي بتشوفها دايما بتكون فيها نسبة تفاوض. اللي فاهم السوق قوي بيعرف يوصل لسعر واقعي ويعرف يتفاوض صح. يعني مثلا خلي بالك ان المواسم في الشراء بتفرق، العروض يعني بتفرق، والمشاريع الجديدة بتأثر على المشاريع اللي قبل كده في المنطقة. يعني مش كل وقت مناسب للشراء ومش كل وقت بيبقى مناسب للبيع برضه. نصيحة أخيرة، استشارة بروكر فاهم ممكن تفرق معاك في قرار مصيري وتوفر عليك فلوس كتير. الخلاصة افهم السوق كويس علشان تشتري بسعر كويس وتشتري وانت مطمن.